هل تعلم أنه من المستحيل فعلياً العبور من أمريكا الشمالية إلى أمريكا الجنوبية براً؟ والسبب في ذلك هذه القطعة من الأرض داريان جاب، أو ما تعرف بفجوة داريان، أحد أشد الأماكن خطورة على وجه الأرض. هذه الفجوة تقطع أطول طريق في العالم، وأي محاولة للعبور قد تكون مميتة. ولكن ما السبب وراء ذلك؟ الأمر ببساطة أن هناك نحو 160 كيلومتراً من الغابات الاستوائية الكثيفة والمستنقعات والجبال تقع على الحدود بين بنما وكولومبيا. التضاريس هنا صعبة للغاية، مع مناخ بنسبة رطوبة مرتفعة جداً وأمطار متواصلة طوال السنة، مما يجعل بناء طريق في هذه المنطقة شبه مستحيل وبالغ التكلفة. ولهذا السبب فشل مشروع الطريق السريع بان أمريكان في هذا القسم تحديداً. وفجوة داريان هي المسار البري الوحيد للمهاجرين الذين يسعون بحثاً عن حياة أفضل إلى اجتياز هذه الغابات التي لا تعبر، غير أن كثيراً منهم لا يصلون إلى وجهتهم. والخطر لا يكمن فقط في صعوبة التضاريس والحياة البرية، بل أيضاً في أن غياب سيطرة الدولة جعل منها وكراً لعدد كبير من المجرمين والمهربين والعصابات المسلحة، مما يرفع من مخاطر الاختطاف بشكل كبير.